وجهة نظري انا كأفنان عن التغيير كانت وجهة نظر عبيطة شوية، يعني طفولية شوية. انه انا هتغير فجأة. انا اي حاجة عايز اي تغيير عايزة يحصل في حياتي يحصل فجأة. انا عايزة ابقى شخص اهدى، هيحصل حاجة في حياتي فجأة هتخليني شخص اهدى. عايزة ابقى شاطرة في الحاجة دي، يحصل حاجة فجأة تخليني شاطرة فيها. انا عايزه التزم. يعني انا كنت طفله مش بتذاكر، انا كنت ذكيه بس كنت بذاكر، فانا عايزه ابقى بذاكر اكتر ودحيحه. هيحصل حاجه تخليني دحيحه انا قاعده مستنيه. طبعا ده ما كانش بيحصل. واللي كان بيعزز هذه الفكره في دماغي الدعاة الشباب. كانوا دايما بيتكلموا عن قصه توبتهم. كانوا دايما بيقولوا انه حصل حاجه كبيره، يعني مثلا حد صاحبهم توفى في حادثه مش عارف ايه، فشافوا موت الشباب فهذا ادى الى ان هم اتغيروا فجاه، راحوا من اقصى الشمال الى اقصى اليمين وهكذا. فانا كنت متخيله ان انا كمان قاعده مستنيه بقى كل الصفات الوحشه اللي فيا، مستنيها تتغير. وما كانوش بقى يعني انا ما كنتش بسمع باقي الحكايه انه لما خدت قرار التغيير انا اشتغلت على نفسي. لا 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 لا، هو اتغير فجاه. لا هو اتغير فجأة، فأنا قاعدة بقى مستنية التغيير فجأة اللي يحصل لي ده. والحقيقة إن أنا بسبب الإحباط الشديد اللي بلاقيه حوالين الناس في حوار التغيير ده، ممكن تكون دي حاجة داخلية جوه دماغنا كلنا. احنا كلنا مستنيين الحدث اللي يحصل فجأة اللي يخلينا كلنا نتغير من غير مجهود، أو احنا متوقعين إن احنا أول ما نقرر نتغير هنتغير على طول مرة واحدة، هوبا يلا بينا احنا اتغيرنا. مش ان التغيير محتاج مجهود وتعب وسعي ومحاولة واتنين وتلاتة. لا، احنا مش شايفين ده، احنا حاسين انه انا خلاص قررت اكون شخص منظم، نظمت البيت يوم وبعد كده مستني بقى ان انا احب اعمل ده تاني. مش هتحب تعمل ده تاني. لو انت ما غصبتش نفسك ترجع تعمل ده تاني انت مش هتعمل ده تاني. فالتغيير هو مش لقطة في الفيلم، هو الفيلم كله.